في ناس كتير معتقدة ان الشخص الحزين لفترة طويلة ده شخص مكتئب. في الاغلب هم بانيين اعتقادهم ده على ان الحزن لفترة طويلة من ابرز اعراض الاكتئاب. هو ده حقيقي ان الحزن لفترة لا تقل عن اسبوعين متواصل ده من عرض من اعراض الاكتئاب. بس يا صديقي، من ابرز اعراض الاكتئاب واهمهم هو حدوث خلل في جوانب الحياة، ان انت تحس ان حياتك واقفة مش ماشية. الحزن لفترة طويلة ده عرض، بس في اعراض تانية مختلفة. لازم اقل حاجة يكون 4 اعراض مستمرين لاقل حاجة اسبوعين. انما ان الشخص اللي يكون حزين لفترة طويلة بس حياته ماشية عادي والوظائف بتاعت حياته سليمة، فده مش شخص مكتئب، ده شخص حزين. والدليل على كده سيدنا يعقوب: وابيضت عيناه من الحزن فهو قزيم. سيدنا يعقوب كان شخص حزين، ما كانش مكتئب، والدليل على كده ان هو كان بيظل يدعو، بيظل يربي اولاده. فالشخص اللي يكون حزين لفترة طويلة مش شرط يكون شخص مكتئب. علشان تقول ان هو مكتئب يبقى لازم اقل حاجة 4 اعراض من الاعراض الخاصة بالاكتئاب، وتستمر المدة لا تقل عن اسبوعين.